العيش مستوي، الرز مستوي، الحمص مستوي، كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهارده مش هنطول كتير، هنعمل حاجات بسيطة جدا وهي فتة الفراخ. فتة الفراخ يا جماعة أنا عن نفسي في ناس بيعملوها لحمة، في ناس بيعملوها خضار، ليها كذا نوع. بس أنا النهارده هعملها بالفراخ بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وإن شاء الله أتمنى إن الفيديو النهارده يعجبكم، وأشوفكم إن شاء الله على فتة الفراخ. مش هنقطع ومش هنعمل حاجات كتير، هو لأن التقطيعات بتاعتنا كلها جاهزة، صوص طماطم جاهز، ثوم مضروب، عندي كمان مفاجأة لكم، هو عاملها بالحمص مسلوق، يعني كل حاجة حرفيا جاهزة. أتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، ويلا بينا على الفيديو عشان ما نطولش. أشوفكم إن شاء الله في فتة الفراخ، يلا بينا. حرفيا يا جماعة أنا جبت بتاع حوالي معيار كوباية من الحمص المسلوق أوي كمان، واخد بس فلفل أسود، مش واخد حاجة أكتر من كده. وعندي فراخ صدور على وراك، طبعا مخلية ومتبلة وجاهزة. عندي طبق اللي عايل بيه الرز وهو طبعا معيار كوبايتين من الرز. وعندي طبعا رغيف بلدي مدعم عادي، وبدأت أنا أقطعه بالسكينة، ما أقطعوش بإيدي عشان يبقى شكله حلو. وكيس مرقة فراخ عشان هعملها بالفراخ. وعندي طبعا التوابل بتاعتي، هو معلقتين كزبرة، معلقة ونص فلفل أسود، معلقتين كمون، معلقة ملح، ورقة لورا. دي توابل الفتة، ما تزودش عن كده طبعا. بعد ما كان ده كله، عندي كمان الصوص طماطم كان جاهز زي ما قلت لكم، كل حاجة عندي جاهزة في الفيديو دوت. عندي طبعا صوص طماطم كان جاهز، وعندي طبعا جبت كوباية حطيت فيها معلقة ونص ملح، ورقة لورا واحدة، وحطيت معاه توم حوالي معلقتين من التوم، عشان خاطر ده اللي هعمل بيه الرز وهعمل بيه الفتة بتاعة الفراخ. طبعا جبت معاه بتاع حوالي ربع ونص كوباية من الخل، عشان خاطر دي اللي هشتغل بيه. جبت الحلة عندي وبدأت اشتغل على النار زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، وبدأت ان انا احط الزيت، وبعد كده انزل بسنة التوم او معلقة من التوم، مش هنزل بالتوم كله. وبدأت انا انزل بالتوم زي ما انتم شايفين كده، وبدأت انا اقلبه لحد ما يبدأ يحمر معايا. وبعد كده ابدأ انزل بسنة من الكزبرة، وبعد كده قلبت ده كله، وبعد كده نزلت بالرز. ده رز الفتة يا جماعة، حرفيا ما يتعملش غير كده. في ناس بتعمله سادة عادي، بس أنا بحب الرز الفتة يبقى كده. حطيت الملح والورق اللورا، ونزلت بالماء المغلية بالشكل دوت، عشان خاطر يشرب سنة بسيطة، وأقلب التوم كويس مع الرز عشان يبقى كله واخد نفس اللون واحد. بدأت أقلبه، وبعد كده بدأت أنا أغطيه وهديت عليه على مبدأ أجهز بقية حاجة الفتة الفراخ. جبت الزيت حوالي معيار كوبايتين من الزيت، قسمتها على مرتين، مرة للرز ومرة للصوص الفتة. حطيت التوم، بس لازم يبقى توم مضروب جدا، ونزلت بالتوابل اللي هو كزبرة والكمون والفلفل والملح، وبدأت أقلب ده كله، ونزلت على طول وراهم بالخل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده خليتها تغلي شوية، وبعد كده نزلت بالصوص الطماطم عشان خاطر يديني تستنجل حلو. طبعا نزلت بصوص طماطم وقلبت ده كله، وبعد ما قلبتها كويس خدت تثبت مع نفسها، نزلت بالحمص عشان خاطر يستوي أوي كمان، أنا عايز يبقى مستوي عن كده كمان. طبعا خليت الحمص يستوي كويس، وعملت تيستنج عليها، لقيت عايز سنة ملح ركنت ده كله، خليتها تغلي وركنتها، وبدأت إن أنا أجيب طاسة للفراخ. جبت طاسة عندي، ونزلت طبعا بحوالي معلقة من الزيت النباتي، مش الزيت الآلية، نزلت بزيت عادي، زيت نباتي. بعد كده نزلت بالفراخ عشان خاطر أقلبها كلها وتاخد معايا الصدمة اللي أنا بحبها، صدمة الفاير. طبعا يا جماعة حرفيا دي كانت صدمة الفاير، كانت حاجة جميلة جدا. وطبعا بدأت أنا أقلب الفراخ بالشكل دوت، وأنا بقلبها كنت كل شوية أبص على الرز أشوف عايز محتاج حاجة بتاع، بس إيه، كنت بقلب الفراخ الأول واتشيك منها، بعد كده اديت لها سنة ملح وسنة كزبرة وسنة فلفل أسود، بعد كده اديت لها تقليبة، وهوب رحت ماشي راجع لحلة الرز بتاعتي عشان أشوفها استوت ولا لأ، وأقلبها. يا سلام بصراحة كانت حاجة جميلة، وريحتها كانت حلوة أوي. بعد ما قلبتها عشان اخلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، كان فعلا كان عايز سنة من التسوية، تكاية واحدة عشان ابدأ ان انا اشتغل عليه. وهوب رجعت الفراخ وعملت عليها تيستنج بقى،
عشان اشوف استوت ولا لا. وتمام، وبالذات اتأكدت من الوراك لقيتها فعلا استوت جدا، بس عايزة سنة ملح بسيطة خالص. ورجعت للرز تاني لقيته فعلا كمان بعد ما قلبته اتشرب صح واستوى على اهدى نار خالص. وكمان التستنج بتاعه كان عالي قوي، وكان حرفيا كانت حاجة روعة. جبت طبعا الطبق اللي كان فيه الفراخ اللي انا كنت عامل في الفراخ عشان مش شخص عدة، وبدأت انا افضي الفراخ بالشكل ده. عشان بس قبل ما استخدم الطبق بتاع الفراخ حرفيا غسلت الطبق كويس جدا. رجعت للرز وكانت ريحته كانت حلوه قوي، وعملت عليه تيستنج لقيته تمام مفيش اي مشكله. جبت حله عندي وفيها زيت، بدات ان انا ازودها من الزيت شويه عشان خاطر العيش بتاع الفته. يا سلام، حاجه رايقه حرفيا يا جماعه. الزيت بتاع العيش لازم يبقى سخن قوي عشان العيش ما حرفيا عشان خاطر العيش ما يشربش زيت. بدأت انا اقلب العيش، بس جبت الطبق برضو نفس الطبق اللي انا كنت بطلع عليه العيش. بعد كده بدأت اطلع العيش واصفيه كويس لحد ما خد اللون الذهبي مش محروق. بدأت ان انا اخليه مقرمش وكريسبي، وطبعا خليته يتصفى كويس من الزيت. وبعد كده بعد ما صفيته كويس كان عندي شوية دقة من صوص الطماطم اللي انا كنت عاملها، شلت منها شوية للعيش وشوية للفتة. اقول لكم هنعمل بيها ايه تاني. بدأت اقلب العيش كل دوت تمام كده، تبقى حاجتي كلها جاهزة، وابدأ ان انا اجهز واجمع حاجة الفتة. جبت الصينية اللي انا هعمل في حاجة الفتة، ودي طبعا العيش، وجبت الحمص وجبت الرز وجبت كل حاجة بتاعة الفتة، وجبت الفراخ كمان، وجبت كل حاجة اللي انا هستخدمها في الفتة. طبعا كان الحمص خلصان كان برد شوية، وطبعا كان الرز كمان كان تمام. يا دوبك قلبته تقليبة كده عشان يبقى مفرفر معايا، وكان مفرفر بس حبيت ان انا اقلبه. وطلعت منه ورقة اللورة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده قلبت ده كله وركنتها على جنب. وجبت عندي طبعا زي ما انتوا شايفين كده، جبت عندي الدقة اللي انا قلت لكم عليها اللي انا هستخدمها في الفتة. حطيت الدقة اللي هو معلقتين الثوم والخل والكزبرة تحت في الصينية اول وش، وبدأت ان انا انزل بالرز بالشكل ده وافرده كأني بعمل مكرونة بشاميل عادي. بدأت انا افرده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وابططه كويس جدا. لازم ابططه وما اخليش اي فيه تهوية من تحت. حطيت الرز وبعد كده نزلت بالفراخ، وبعد كده نزلت فردت الفراخ كلها، وبعد كده نزلت بالعيش. وبرضو العيش يا جماعة كان حاجة لما شرب الثوم والخل كان تيسته حلو قوي. جبت الحمص ونزلت بالحمص بالشكل ده، وبدأت انا اوزعه. مش عايز اكتر في الصوص عشان خاطر ما يبقاش صايص معايا قوي وانا بحط الحمص وبحط الرز، عشان يبقى كله ماسك في بعضه. حطيت الحمص، وبعد كده بعد ما بدأت افرده جبت بقى بقية الرز، بدأت ان انا افرده بالشكل دوت تفريدة تامة، وقفلت الفتة كده ويبقى كله تمام عندي جاهز حرفيا. اغطيها وارجع احطها على النار، بس مخليهاش ان هي يعني تغلي، لا انا اخليها بس ان هي تسخن، اللي هو الغرض منها ان هي تخلي العيش يطرى. طبعا جبت طبق وحطيت فيه معلقتين من الحمص عشان خاطر دي اللي هغمس بيها الفتة واعمل بيها التستين. جبت بقى الصينية، وبصراحة كان العيش استوى، كان الرز مستوي، كان الحمص مستوي زي ما قلت لكم في بداية الفيديو. قلبت ده كله في الصينية، وده شكلها اللي كان طلع معايا كان شكل حلو قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وطبعا انا بحب الحتة دي قوي، كانت حتة حلوة قوي. واتمنى الفيديو يكون عجبكم تاني مرة. وطبعا متنسوش تدعموني على قناتي يوتيوب رامي سعد محجوب. ودي كانت شكل الصينية معايا، ما اتحرقتش، يا دوب خدت بس تشميعة نار عشان التوم ما يتحرقش ويدي مرارة في الاكل. بصراحة كانت حاجة روعة، شكلا وريحة وستايل واكلة، كان كل حاجة احلى فتة فراخ انا بحبها. يا جماعة حرفيا شوية فتة روعة جميلة، يعني بص مش عايزة أي حاجة. تمام، عايزين بقى إيه هنعمل عليها تستمي نشوف إيه أخبار الفتة اللذيذة بتاعتنا، وهنقول لكم إيه رأينا. بس قبل ما نقول تيست وقبل ما نقول رأيكم وقبل ما أقول رأيي في الفتة معذرة، مستني
دعمكم على قناتي يوتيوب رامي سعد محبوب، واتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ويعجبكم ان شاء الله. نشوف بقى طعم الفته. العيش مستوي، الرز مستوي، الحمص مستوي، كل حاجة مستوية جدا. بصراحة طعمها حلو، أتمنى تجربوها. بصراحة يا جماعة الفراخ كمان فيها تيستي عالي، تمام؟ حلو أوي. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. تمام؟ حتى الفراخ عاملة ازاي يا جماعة؟ أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. مستني رأيكم على الفيديو وعلى أي أكلة أنا بعملها. مستني اقتراحاتكم على قناتي يوتيوب رامي سعد محبوب. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاو. ده كان شكل الفتة بقى لما حطيت لها عليها طبق الحمص، كان شكلها جميل جدا يا جماعة حرفيا. بصراحة نصيحة مني تجربوا الفكرة دي. أشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.